بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم اليوم في فيديو مهم جدا، ألا وهو: هل يجوز الصلح في قضايا السرقة؟ هل يجوز الصلح في قضايا السرقة؟ الموضوع ده مهم جدا ومعلومة مهمة جدا هنوضحها مع بعض. القانون وضع مواده واضحة، وإن قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي. تاني، أن قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي. يعني إيه؟ يعني ما بيقضاش فيها بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح. يعني قضايا السرقة لو تم الصلح فيها ما بيقضاش بالبراءة، لا يجوز الصلح في قضايا السرقة. طيب، وفي وقائع السرقة بالإكراه وضح القانون أن الصلح مفيد في حالة السرقة بالإكراه في حاجة واحدة بس. إيه هي؟ في وقائع السرقة بالإكراه وضح القانون أن الصلح مفيد في حالة واحدة، وهي من حيث أن القضاة في غالب الأمر لما بيكون فيها صلح بينشأ وفي وقائع السرقة بالإكراه قلنا وفي وقائع السرقة بالإكراه وضح القانون أن الصلح مفيد في حالة واحدة، وهي من حيث أن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل وأحيانا يوقفون تنفيذ العقوبة. يبقى في العام إن قضايا السرقة لا يجوز الصلح فيها، ولن يقضى بالبراءة. يعني مش القاضي لأن يقضي بالبراءة بناء على الصلح في قضايا السرقة، لأنها لا يجوز فيها التصالح. طيب، في قضايا السرقة بالإكراه بيفيد في إيه الصلح؟ بيفيد إن القاضي بيخفف العقوبة، وأحيانا يوقف تنفيذ العقوبة. يبقى هنا في الأعم الأغلب اللي هو في العام إن قضايا السرقة قولا واحدا لا يجوز التصالح فيها، ولن يقضى فيها بالبراءة بناء على الصلح. ولكن في وقائع أو في قضايا السرقة بالإكراه لو تم التنازل أو الصلح بيفيد في حاجة واحدة بس، إن القضاة يخففون العقوبة في حالة الصلح في وقائع السرقة بالإكراه، وأحيانا يوقفون تنفيذ العقوبة. وحدد القانون في مواده إلى أن جرائم السرقة بالإكراه، القتل، البلطجة، كل هذه الجرائم اللي ذكرتها، وترويع الآمنين، كل الجرائم دي لا يجوز فيها التصالح. ليه لا يجوز فيها التصالح؟ لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع. يبقى السرقة بالإكراه، القتل، البلطجة، هذه القضايا أو هذه الجرائم تهدد استقرار المجتمع، لذلك لا يجوز في هذه الجرائم التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع. تلك الجرائم تهدد أيضا بتروع الآمنين، ولذلك لا يجوز فيها التصالح. تصل العقوبة فيها، أو أيضا إن القتل ممكن العقوبة تصل فيه إلى الإعدام. يبقى حدد القانون إلى أن جرائم السرقة بالإكراه، القتل، البلطجة، وترويع الآمنين، كل هذه الجرائم لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، تصل العقوبة إلى الإعدام في القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة. أما السرقات العادية فتصل فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 سنوات ل7 سنوات
سجن 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل. وبيعتبر الشغل ده من أدوات القاضي لتهذيب المتهم ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين. طيب نيجي لنقطة تانية اللي هي حالة السرقة بين الأصول والفروع، بين الزوج والزوجة. طبعا نصت المادة أو حكمت بهذا المادة 312 من قانون العقوبات. في حالة السرقة بين الأصول والفروع فقط بيجوز التصالح. تاني، في حالة السرقة بين الأصول والفروع هنا يجوز التصالح طبقا لنص المادة 312 من قانون العقوبات. قالت إيه أو نصت على إيه؟ قالت أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، اللي هو مضرور، الشخص المضرور. وللمجني عليه في الحالة ديت، في حالة السرقة بين الأصول والفروع، للمجني عليه في هذه الحالة التنازل عن دعواه. تاني، يبقى السرقة بين الأصول والفروع المجني عليه في هذه الحالة اللي هي السرقة بين الأصول والفروع، للمجني عليه هنا يجوز له التنازل عن دعواه. وللمجني عليه التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوة. يبقى هنا للمجني عليه، بس هنا فين؟ بين الأصول والفروع كما ذكرت أو كما نصت المادة 312. للمجني عليه بين الأصول والفروع للمجني عليه التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوة. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم أيضا حتى لو الحكم نهائي. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. وفي هذه الحالة يجوز الصلح. يبقى احنا قلنا يبقى هنا يجوز الصلح أيضا في حالة السرقة بين الأصول والفروع، لأن هنا نصت على ذلك المادة 312 وقالت إنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته المادة 312 نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوة. يبقى هنا بين الأصول والفروع في حالة السرقة بيجوز فيها الصلح. يبقى احنا هنا في الفيديو ده عرفنا ان قضايا السرقة لا يجوز فيها التصالح، وحتى لو تم التصالح لن يقضى في قضايا السرقة، لن يقضي القاضي لن يقضي بالبراءة بناء على الصلح أو التنازل، لأن قضايا السرقة لا يجوز فيها الصلح. ولكن في وقائع السرقة بالإكراه لو تم الصلح بيفيد في حاجة واحدة، إن هنا إن القضاء هنا في حالة السرقة بالإكراه لو تم التنازل أو الصلح في هذه الحالة إن القاضي بيخفف العقوبة وأحيانا يوقف تنفيذ العقوبة. طبعا السرقة بين الأصول والفروع قلنا إن هنا يجوز فيها التصالح طبقا لنص المادة 312. وللمجني عليه هنا التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوة. وده كان توضيح بسيط للسؤال اللي بينتشر دايما، اللي هو هل يجوز التصالح أو الصلح، هل يجوز الصلح في قضايا السرقة؟ وإحنا في الفيديو ده ذكرنا وأكدنا إن قضايا الصلح لا يجوز فيها السرقة، لا يجوز فيها التصالح، إن قضايا السرقة لا يجوز فيها الصلح. وقلنا في حالة السرقة بالإكراه لو تم التنازل أو الصلح إن هنا أيضا لا يجوز الصلح، ولكن بتفيد في أن القاضي بيخفف العقوبة أو بيوقف تنفيذ العقوبة. وذكرنا أيضا أن السرقة بين الأصول والفروع للمجني عليه في هذه الحالة كما نصت المادة 312 التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوة، حتى ولو كان الحكم نهائي له أن يوقف تنفيذ هذا الحكم.
وبالتالي ده كان التوضيح البسيط للسؤال اللي هو هل يجوز الصلح في قضايا السرقة. وشكرا جميعا وتحياتي لحضراتكم.